السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحضر مع بعض كده وجبة غدا سهلة جدا وسريعة وكمان طعمها حلو جدا، وهنقدمها كمان بشكل حلو كده زي اللي بنجيبه من المطاعم، وكمان سهلة وسريعة مش هتوقفك كتير في المطبخ. يعني لو مستعجلة ومحتارة كده تعملي اكل ايه، اعملي بجد الاكلة دي تحفة جدا ما شاء الله. تابعي بقى الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبك وتستفيدي منه وتجربي الطريقة. ما تنسيش كمان لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. مش هننسى كمان نعمل حلو، بما ان كده الاكلة سهلة وسريعة هنعمل برضو حلو سهل وسريع وكمان مغذي جدا، قيمته الغذائية عالية، والاهم من كل ده ان هو سريع جدا برضو مش هياخد وقت معاكي في تحضيره. في البداية كده هنحضر أول حاجة كده الغدا، وهنعمل النهاردة البانيه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمله كده مشوي على البوتاجاز، صحي جدا وكمان طعمه حلو قوي. واستخدمت نص كيلو من البانيه، غسلته طبعا الأول كويس جدا بالليمون والملح، وطبعا صفيته من أي مية فيه. بدأت بقى أجيب بولة تانية، البولة دي ضفت فيها كده مية بصل، ضفت عليها معلقة كبيرة من الكاتشب أو ممكن تستبدليها كده بالصلصة، ضفت كمان معلقة كبيرة من الخل، ضفت ملح فلفل أسود، بهارات فراخ، ضفت كمان كزبرة ناشفة، ضفت قرفة جنزبيل، ضفت كمان شوية كده من الكركم، حوالي كده نص معلقة صغيرة من كل حاجة. البهارات بقى اللي بتحبي تضيفيها في الوقت ده ضيفيها. ضفت كمان في التتبيلة برضو بصل بودر نص معلقة صغيرة. قلبت بقى المكونات دي كده كلها كويس وضفت فيها البانيه. طبعا هنسيب بقى البانيه في التتبيلة دي أقل حاجة كده ساعة أو ساعتين. يفضل كمان لو هتبيتيه كده في التتبيلة هيبقى طعمه أحلى وشارب كده من التتبيلة كويس جدا. هسيب بقى البانيه كده على جنب. زي ما شفنا سهل جدا وسريع وما اخدش معانا وقت، وتتبيله كده بسيطه بس بجد طعمها حلو قوي. جبت بقى حله تانية كده على النار، ضفت فيها مكعب من الزبده وشويه زيت، وهنزل ببصلايه مفرومه. البصله دي هي اللي اخدت ميتها في تتبيله البانيه، يعني اخدنا الميه والبصل كمان هنعمل بيه الرز، يعني مش هنرميها طبعا، وهنستخدمها كده وهنعمل بقى بيها الرز التحفة ده زي ما هتشوفوه كده. وشوحت كده البصلة كويس جدا مع الزيت والسمنة او الزبدة اللي احنا ضفناها كده في الاول، وبدأت اضيف التوابل. ضفت ملح فلفل اسود، ضفت كمان كركم وقرفة، ضفت كمان شوية من الجنزبيل. والكركم طبعا هو كده اللي هيدي معانا اللون الاصفر الحلو كده للرز. ونزلت بكمية الرز اللي عندي، طبعا الكمية طبعا حسب ما تحبي. انا استخدمت كده حوالي 3 كوبايات من الرز، نزلت عليهم ب3 كوبايات من المية. بعد ما شوحت برضو الرز كده الاول شوية كده مع التوابل والبصل اللي احنا ضفناه في الاول، وبنسيبه بقى على نار عالية لحد ما يبدأ يتشرب المية اللي فيه. وفي الوقت ده بنهدي عليه النار ونسيبه بقى لحد ما يستوي. في الوقت ده بقى هنجيب كده طاسة ضفت فيها شوية من الزيت ومكعب كده من الزبدة، وهنبدأ كده نشوي البانيه على ما يستوي معانا الرز، يعني كله كده في وقت واحد. وزي ما شايفين كده ما استخدمناش كمية زيت كتير، هو بس كده رشة كده بسيطة كده من الزيت ومكعب زبدة او ممكن تستبدليها بالسمنة، هتدي طعم حلو طبعا مع الزيت. طبعا الاول بنسخنه كويس جدا وبعدين نبدأ ننزل بالبانيه. لازم نسخن الزيت كويس قوي بعدين ننزل كده بالبانيه عشان ياخد معانا صدمة. وبنفضل كده نقلب البانيه من وقت للتاني، لو نزل معانا ميه بنفضل برضو نشوح فيه كده لحد ما يشرب ميته. وفي الوقت ده كده لما يشرب كل السوائل اللي فيه وياخد كده لون حلو، في الوقت ده خلاص بيكون استوى معانا البانيه. وطبعا البانيه بيستوي بسرعه جدا زي ما احنا عارفين. وعلى طول بقى كان كده الرز معانا استوى زي ما شايفين. هنبدا بقى نغرفه كده في الاطباق دي، وحبيت كده اقدمه في الاطباق دي بشكل كده مختلف زي شكل كده الاطباق اللي بنجيبها كده من المطاعم، بتبقى فيها كده الوجبات دي، بتبقى طبعا شكلها حلو وكمان بتفتح النفس كده على الاكل، وكمان كده تغيير في التقديم. حطيت كده على كل طبق قطعة كده من البانيه او قطعتين، وممكن كمان في الاخر تسخني كده قطعة من الفحم على البوتاجاز وتحطيها كده في البانيه وتغطيها، هتديله طبعا ريحة كده الفحم وريحة الشوي، هيبقى برضو تحفة جدا. وتقدميه بالشكل ده. قدمي كمان معاه كده كاتشب، قطعت كمان معاه طماطم، قدمت معاه كمان شيبسي، وقطعت كمان شوية كده من البانيه بالشكل ده، قطعته كده بالسكينة عادي بقى زي الشاورما كده، تحفة جدا. تقدري تستخدمي كده القطع دي تعملي بيها سندوتشات في عيش سوري، هتبقى برضو تحفة. يعني الافكار كتير زي ما تحبي تقدميها، بس هو بجد طعمه حلو جدا، والرز كمان طعمه حلو قوي. يعني الاكلة كلها جميلة جدا ما شاء الله. جربوها هتعرفوا قد ايه هي بجد حلوة جدا وكمان سهلة قوي وسريعة. جربوا كده البانيه بالطريقة دي هيعجبكم جدا، وطعمه حلو قوي واخف بكتير من البانيه المقلي. وخلصنا خلاص وجبة الغدا. ندخل بقى على الحلو. معايا كمية من المكرونة، دول كده كانوا من بواقي عندي، من بواقي مكرونة ما كنتش ضايفه لها صلصة ولا اي حاجة، ضفتها كده في علبة وشلتها في الفريزر. وهنعمل بقى بيها الصنف الحلو ده. طبعا انا طلعتها من الفريزر سبتها تفك الاول،
وضفتها في ميه مغليه او ميه سخنه، ده طبعا عشان اسخنها وكمان اسويها بزياده، لان الوصفه دي بنحتاج فيها المكرونه تكون مستويه بزياده. يعني كده الخطوه دي مش هتاخد معاكي كده دقايق على النار. طبعا لو مش عندك بواقي مكرونه تقدري بقى تسلقي كده كميه من المكرونه، وكميه المكرونه مش بتكون كتير، يعني من نص كوبايه المكرونه لحوالي كده كوبايه زي ما تحبي. اي نوع كمان مكرونه تفضليه تستخدميه، بس هي طبعا اساسها كده بيتعمل من المكرونه الاسباجيتي. جبت بقى الخلاط بعد كده ما صفيت المكرونه من الميه، وضفت فيه كوبايه من السكر، هضيف عليهم كمان كوبايه من النشا، وهضيف حوالي كوبايتين من اللبن او الحليب. كوبايه السكر هنا مظبوطه جدا، طبعا لو حابه بقى تزودي او تقللي زي ما تحبي. ضفت كده كوبايتين من اللبن، وهضيف عليهم المكرونه زي ما شايفين. بقى هبدأ كده ان انا اضربهم كويس جدا. وهنا بقى بتكون المكرونة طبعا لو حباها تبقى ظاهرة شوية كده في الحلو بتاعنا النهاردة، مش بتضربيها قوي، يعني بتخلي فيها كده قطع صغيرة. لو حباها بقى تكون ناعمة وكريمية كده بتضربيها كويس جدا. انا خلطتهم كده كويس جدا مع بعض لحد ما اتأكدت كده ان كل حاجة اتضربت معانا كويس في الخلاط. وصبيت بقى الخليط ده كده في حلة، هضيف عليهم كمان لتر من اللبن. يعني استخدمنا النهاردة في الوصفة كلها لتر ونص من اللبن، وصبيته كده على الخليط زي ما شايفين. هقلبه بقى كويس. قبل بقى ما ارفعه على النار ضفت له كمان كده حوالي معلقة كبيرة من القشطة، دي قشطة وش اللبن، هتديها كده طعم حلو وغني. ضفت لهم كمان نقطتين من الفانيليا، او ممكن تضيفيها كده بودر زي ما تحبي. ممكن كمان تستبدلي القشطة او الكريمة دي بمعلقة كده من الزبدة او مكعب كده من الزبدة زي ما تحبي برضو. ورفعت بقى كده الخليط على النار طبعا مع التقليب المستمر لحد ما نلاقي كده الخليط معانا بدأ يتقل. بتفضلي كده تقلبيها بالمضرب او بالمعلقة، لازم كده نفضل نستمر كده في التقليب لحد ما نلاقي كده الخليط بدأ يتقل معانا، وفي نفس الوقت بيعمل كده فقاعات على الوش كده. على طول بنقفل النار وكده بيكون النشا معانا استوى. وعلى طول بقى بناخد كده الخليط ده وهو سخن بنصبه بقى في الصينية. الصينية دي كنت دهناها او مسحها كده بمسحه من السمنه او الزبده، وصبيت كده فيها الخليط على طول زي ما شفنا. كمان هسيبها تبرد لحد ما تعمل معانا كده طبقه على الوش. بنلاقي كده طبقه فوق الوش كده. لما بتبرد طبعا شويه جبت بقى كده حوالي معلقه من السمنه، سيحتهم على النار. كنت ضايفه كمان عليها معلقه من العسل، ممكن تستبدليها بالسكر. وبدات كده ادهن وش الصينيه زي ما شايفين. طبعا احنا بنستخدم صينيه تكون كده زي صينيه البيتزا او البسبوسه، لان طبعا العزيزيه مش بتبقى عاليه قوي، بيبقى سمكها كده زي ما شايفين زي سمك البيتزا كده او البسبوسه. طبعا دهنت الوش بقى بعد ما بردت طبعا اهم حاجه، وبعدين هندخلها الفرن على درجه حراره وسط او 200. بنحطها كده على الرف الاوسط زي ما شايفين، وده كده بيكون شكلها اثناء التسويه. طبعا نعرف انها استوت لما نلاقيها كده بدات تاخد لون من فوق وعلى الحروف كمان. في الوقت ده على طول شغلت لها الشوايه لحد ما تاخد معانا اللون ده. هي كده مش بتكون محروقه ولا حاجه، هي بتبقى باللون ده وبالشكل ده. بنخرجها بقى من الفرن. ده كده شكلها اول ما خرجتها من الفرن. وطبعا بنسيبها لحد ما تبرد تماما وبعدين ندخلها التلاجة. مش بنبدا نقدمها او نقطعها الا لما تتحط كده في التلاجة اقل حاجه 4 ساعات. افضل كمان لو سبتيها ليله كامله، يعني اعمليها كده قبلها بيوم وقدميها كده تاني يوم، هتكون افضل معاكي وهتكون متماسكه كمان اكتر. كده شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة. انا سبتها كده في التلاجة ليلة كاملة، وهبدأ بقى اقطعها كده على شكل مربعات زي ما شايفين. بجد متماسكة جدا وفي نفس الوقت كده كريمية وطعمها حلو قوي. هنطلع كمان كده قطعة ونشوفوها كده من جوه قد ايه هي تحفة جدا. القطعة كده متماسكة، ده طبعا عشان دخلناها التلاجة، ما ينفعش خالص تقدميها وهي لسه سخنة او دافية كمان. قدمناها بالشكل ده تحفة جدا بجد، من الحلويات السهلة جدا السريعة اللي كمان قيمتها الغذائية عالية قوي. يعني كل المكونات اللي احنا ضفناها مفيدة جدا. يعني لو اولادك كده مش بيشربوا اللبن تدخليه كده في الوصفة دي، هيبقى تحفة جدا وهيبقى مفيد جدا ليهم. هيعجبهم كمان الوصفة قوي. يعني بشوية كده مكرونة ولبن عملنا الوصفة التحفة دي. بجد جميلة جدا زي ما شايفينها كده متماسكة وفي نفس الوقت كده طرية وكريمية. والسكر بتاعها مظبوط جدا، يعني مش مسكرة قوي وفي نفس الوقت مش قليل، يعني السكر فيها الكوباية مظبوطة جدا. الناس كده اللي بيحبوا السكر كده معتدل في الحلويات جربوا كده الوصفة دي، ونفس كده مقدار السكر. حابين تزودوه بقى او تقللوه ده براحتكم، وبجد مش هتشبعوا منها من جمالها ومن حلاوتها. كمان سهله جدا زي ما شفنا كده، ما اخدتش وقت معانا خالص في تحضيرها. لو عندك بقى شويه كده مكرونه ولبن ومحتاره كده تعملي حاجه حلوه، اعملي بجد الحلو ده تحفه جدا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقه عجبتكم وان شاء الله تجربوها. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا كمان في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. تنوني فيديوهات جديده ان شاء الله، وصفات جديده سهله وسريعه، واسيبكم في رعايه الله. سلام عليكم.